مشكله بتقابلك لو انت بتفتح اكاديميه او حتى عايز تفتح اكاديميه وعايز تجمع لعيبه ومش عارف تجيب لعيبه منين. ناس بتقول لك اعمل اعلان ممول على الفيسبوك واعمل السوشيال ميديا واللعيبه هتجيلك من حيث لا تدري، واكبر غلط ممكن تعمله وهتخسر فيه فلوس كتير جدا، تصرف فلوس ومش عارف الفلوس ده رايحه فين. انا في الفيديو ده هقول لك ازاي تجمع اول 50 لاعب عندك في الاكاديميه في اول شهر. وانت لو متابع سلسله تطوير الاكاديميات اللي انا منزلها على اليوتيوب اكيد هتكون عارف انا بتكلم في ايه كويس جدا. اسهل حاجه ممكن حد يقترحها عليك انك تعمل اعلان واللعيبه هتجيلك من حيث لا تدري، وده خطا كبير جدا. الاعلان او السوشيال ميديا دي هنستخدمها بس مش في بدايه الاكاديميه، احنا هنستخدمها نروج بيها عن نفسنا، بس احنا عايزين لعيبه على ارض الواقع. حتى لو 20 لاعب نفتح بيهم الاكاديميه. اول مصدر ممكن تجيب منه لعيبه هي المهرجانات بتاعه الاكاديميات او المباريات. هتروح تحضرها هتلاقي فيه لعيبه كتيره جدا على دكه الاحتياط ومعاهم اولياء الامور. لازم تتعرف على اللعيبه دي وتعرف مشاكلهم اللي موجوده في الاكاديميه دي ايه، وقبل اي حاجه لازم تلاقي حل للمشاكل عشان تقدر تلاقي لها حل ويكونوا موجودين عندك في الاكاديميه. هتتعرف على اولياء الامور وهتتعرف على اللعيبه وتقترح عليهم خدمات. وخلي بالك اللاعب اللي مش بيلعب اساسي في الاكاديميه بتاعته واللي مش لاقي اهتمام ده مشروع اكاديميه ناجح. احضر المباريات، اتعرف على اولياء الامور، ما تبيعش، اسال واسمع. تاني حاجه المدارس دي فيها كنز كبير جدا من المواهب واللعيبه، ولازم تطبق الكلام ده في المدارس. لازم تنسق مع مدرس الالعاب اللي في المدرسه، وده طبعا بعد موافقه اداره المدرسه انك تحضر وتعمل يوم رياضي في جوه المدرسه او داخل المدرسه، وطبعا يكون مجاني تماما. وتبدا تشوف اللعيبه اللي ممكن يجي منها واللعيبه الكويسه وتقدر تاخدهم معاك في الاكاديميه. وتالت حاجه اولياء الامور مش اللعيبه. اللاعب مش بيقرر، ولكن ولي الامر هو اللي بيدفع وهو اللي بيقرر. ولي الامر عمره ما يقتنع بيك وهيبعت لك ابنه كده او يسيب اكاديميه عشان يجي لك في الاكاديميه بتاعتك الا اذا تلاقي 3 حاجات مهمين جدا: امان، نظام، متابعه، مش مهاره وبس. الخطوه اللي بعد كده لازم تعمل يوم تجريبي للناس اللي اتعرفت عليها سواء في المباريات او المهرجانات او في المدرسه. تعمل يوم رياضي كده عندك في الاكاديميه، واليوم ده لازم تطلع كل شطارتك فيه ولازم يبقى منظم جدا جدا جدا. هتحدد يوم هيكون فيه نظام، وفي اليوم ده لازم تسجل فيه جميع بيانات اللعيبه وارقامهم وارقام اولياء امورهم. تشرح ليهم الفتره الجايه او الخطه الجايه بتاعه الاكاديميه هتكون ايه، وازاي هتقدر تنقله من لاعب شوارع للاعب اكاديمي وكمان يلعب في نادي. خامس حاجه السمعه بتسبق الاعلان. اول 50 لاعب هيجوا من الكلام عليك مش من الاعلان عليك. انت لو منظم متابع محترم الناس هتجيلك وتجيب ناس. اليوم ده لازم تعمل تريكايه مهمه جدا هتعمل لك اعلان يعتبر مجاني. لازم يكون في جوائز في اليوم ده تشويقيه طبعا للعيبه، ولازم تعمل طقم للعيبه او تيشيرت او قميص تدريب للعيبه ويكون عليه اسم الاكاديميه او اسم البراند بتاعك، او تعمل طقمين يلعبوا بيه في المباراه. طبعا ده استثمار واقعي وملموس احسن من الاعلان انت بترموا فلوس ومش عارف رايحه فين. طب ايه اللي هيعود عليك من الطقم او تيشيرت التدريب اللي عليه اسم الاكاديميه بتاعك؟ اللعيبه هتيجي وهتلعب المباراه وهتخلص وتروح 100%. اللاعب وهو مروح هيقابله اصحابه وهيقابله ناس حبايبه وهيقابله ناس ويقفوا معاه 100%. هيسالوه التيشيرت ده جايبه منين او حتى انت جاي منين. تالي هيحكي لهم على كل التفاصيل بتاعه اليوم اللي حصل فيه. 100% صاحبه وزميله اللي سأله ده هيجي عشان يجرب تاني تمرين. واليوم ده انت لو مجمع فيه 10 لعيبه 5 و5 او 20 لاعب 10 و10، ال10 دول لو قابل كل واحد فيهم واحد صاحبه بس في الشارع هيبقوا 20. هيسأله وهيبقى عنده فضول كبير جدا ان هو يجي تاني تمرين. خلينا في المتوسط مثلا وهنقول ال10 لعيبه دول كل لاعب هيجيب صاحبه معاه التمرينه الجايه، بقوا 20 في اول تمرين او في تاني تمرين. اذا انت وقفت على ارض صلبه ومعاك 20 لاعب في اول او تاني تمرين، وبدل ما كنت هتروح تدفع فلوسك على السوشيال ميديا ومش عارف هي رايحه فين، انت دفعتها وعليها الاسم بتاعك وكمان بيجوا بيها التمرين. وقبل ما تدفع جنيه اعلان اسال نفسك: انا جاهز اصلا ان انا استقبل اول 50 لاعب عندي في الاكاديميه ولا لسه ناقص عندي تنظيم؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اول 3 موظفين المفروض يكونوا عندك في الأكاديمية. اتكلمنا وقلنا ليه 90% من الأكاديميات بتفشل بعد أول سنة من افتتاحها. الفيديو الجاي إن شاء الله هكلمك وأقول لك إيه الأدوات والأساليب اللي لازم تكون عندك في الأكاديمية عشان 50 لاعب ما يجوا عندك تكون واقف على أرض صلبة وما يكونش ناقصك حاجة، لأن ال50 دول لازم يجوا يلاقوا كيان ويلاقوا أساليب وأدوات جاهزة وواضحة ليهم عشان نبدأ نشتغل ونكمل رحلتنا. والفيديو ده طبعا كان برعاية شركة المنصف سبورت لتصنيع وتجارة الملابس والأدوات الرياضية وتطوير الأكاديميات.